أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعنا ولا تعن علينا. وبعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا نؤكد ونلقي الضوء على شخصية عبد المطلب في نقطتين ومشهدين: حفر زمزم وحادث الفيل. وهذا له علاقة وثيقة بالجينات الوراثية التي سوف يرثها الحفيد علي بن أبي طالب، فورث عبد المطلب لولده ولحفيده أبو طالب وولده علي من بعده، لنرى كيفية القيادة والزعامة. وأن بعض الناس يهاجم علي بأنه كان لديه أو لم تكن لديه الكفاءة السياسية عندما تولى القيادة. لا، ده احنا بنأكد على الحتة ديت قبل ما نخوض في تفاصيل حياة الإمام علي، لنجيب على كل هذا بأن الإمام علي ورث هذه الجينات، جينات القيادة، عن جده وعن أبيه. ونكمل قصة الفيل لنرى كيفية علاقة عبد المطلب بربه على الرغم أنه في وقت الفترة. أيها الأحبة في الله، هناك رسائل في غاية الأهمية والخطورة أرسلها المولى عز وجل لأبرهة تحذيرا قبل بدء المعركة الفاصلة، المعركة بين جيش من السماء وجيش من الأرض. وما أدراك ما جيش من السماء، هيكون شكله إيه ومواصفاته إيه وقيادته إزاي وأسلحته منين والذخاير بتاعته منين والطلقات بتاعته مصنعة فين. جيش من قبل الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ربنا مش على مزاج حد، مش وقت ما تقول يا رب هتلاقي عدوك تحت متر الأنفاق، أو يا رب وتلاقي عدوك اتولع فيه أو خصمك حصل له. لا، ربنا سبحانه وتعالى يختار المكان والزمان. أنت ما عليك إلا الدعاء وعلى الله الإجابة. هو اللي يختار إمتى يجيبك. ممكن يجيبك بعد ثانية، وممكن يجيبك بعد سنة، وممكن يجيبك بعد 10، وممكن ما يجيبكش خالص. فقد يكون المنع هو عين العطاء، قد يكون منع الإجابة هو عين الإجابة، أحسن ممن لو أجابك. ومن هنا الرسائل اللي ربنا بعتها نحاول إن احنا نركز فيها. أول رسالة صريحة وواضحة كانت على لسان عبد المطلب، لأن الناس واخدة إن عبد المطلب كان سلبي، يعني أنا أروح أدور على الجمال بتاعتي والكعبة اللي هي الكعبة والبيت الحرام أسيبه يخش فيه بالأفيال ويهده، بينما تروح تدور على شوية جمال. يعني مش كان المفروض عبد المطلب يدافع ويضحي بنفسه وبحياته عشان نقول الشجاعة وكذا وكذا؟ لا، عبد المطلب حب يلفت نظر أبرهة إن مهما أنا عملت مش هاجي حاجة في اللي ممكن يعمله فيك ربنا. فعشان كده قال له: أما الإبل فأنا ربها، أدافع عنها وأجيبها، أما البيت فللبيت رب يحميه. خلي بالك، أنا بحمي إبلي، البيت له رب هيحميه، خاف منه. لكن أبرهة ما خدش باله من الحكاية دي. تاني رسالة ربنا وجهها له كان برضه على لسان عبد المطلب بدون أن يدري. عبد المطلب بعد ما خد الجمال بتاعته 200 جمل ورجع مكة وخلى الناس طلعت إلى قمم الجبال، ثم وقف أمام باب الكعبة. وباب الكعبة أحد الأماكن المستجاب فيها الدعاء، مثل تحت الميزاب اللي هو في حجر سيدنا إسماعيل،
والملتزم اللي هي الجزء اللي بين باب الكعبة والحجر الأسود، وعند لمس الحجر الأسود، وعند الشرب من ماء زمزم، وفي مقام إبراهيم. كل الأماكن ديت مستجاب فيها الدعاء. وعند الركن اليماني اللي هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقف ومسك سيدنا عبد المطلب بحلقات باب الكعبة وبدأ يدعي ربنا، فبيقول اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك. دعا دعاء 3-4 جمل. يهمنا الجملة دي اللي هي الرسالة الثالثة أو الثانية لأبرهة، ربنا بعتها له، بيقول له خلي بالك على لسان عبد المطلب برضه. عبد المطلب تعلق بحلقات باب الكعبة وبيقول اللهم إن العبد يمنع رحله، أنا رحت أدافع عن الجمال بتاعتي فامنع رحالك يا رب. أنت احمي بيتك يا رب، أنت احمي كعبتك يا رب، أنت تصدى لهذه القوة الغاشمة يا رب، تصدى لهذا البطل المغرور، هذا البطل الذي لم يقف أمامه بطل إلا وهزمه، تصدى له يا رب كما تتصدى لكل ظالم وكل طاغن وكل جبار في الأرض. فأين فرعون وأين هامان وأين كسرى وقيصر؟ كل هؤلاء الظلمة أين هم الآن؟ حتى النمرود مع إبراهيم في قصة الخليل، إبراهيم أرسل الله إليه بعوضة ما بعتش له أسد. طب هنا ربنا هيبعت لأبرهة إيه؟ هيبعت له جيش من الأسود، إذا كان هو معاه جيش من الأفيال، إيه اللي هيقف قصاد الأفيال دي؟ فربنا يبعت له طيرا. قال لك بس مش زي أي طير، ده اسمه سلاح الجو الرباني، مش سلاح الجو الملكي ولا سلاح الجو الكذا، لا ده سلاح الجو الرباني، طيرا أبابيل. ده اللي ربنا بعته عشان يواجه أبرهة. قبل ما نشوف برضه الطير الأبابيل ومواصفاتها نكمل الرسائل. في رسالة ثالثة أو رابعة كانت لأبرهة ما خدش باله خالص برضه منها، اللي هو الفيل، أكبر فيل متقدم الجيش داخل، هو ده اللي دخل في بيوت كتير هداها وفي عماير كتير هداها وفي أي مبنى قبله هده. الكعبة مش هتاخد في إيده دقيقة وتتهد، فدخل تجاه الكعبة فوقف الفيل، يحركوه يمين شمال يتحرك، ورا جهة اليمن يتحرك، يبدأوا يوجهوا رأس الفيل إلى الكعبة، يقف الفيل أو يبرك على الأرض. ضربوه بالسياط، كووه بالنار، على أن يتحرك في كل الجهات ما عدا جهة الكعبة. إيه الحكاية دي؟ ياه، ده مشكلة كبيرة جدا. ده مش معنى أبرهة ما فهمش الرسالة، ده معنى أبرهة مش ذكي خالص، ولا حتى عنده نسب ذكاء ولا نسب تفكير ولا في دماغه عقل. إذا كان الحيوان الأعجم، الحيوان الذي لا يعقل، فهم أن هذا البناء هو بيت الله، الحيوان عرف وفهم أن ما يقدرش يلمس هذا البناء لأن هذا البيت بيت الله. أتجرأ على أي بيت لأي حد، أي قصر، أي فيلا، أي حاجة، لكن ده لا، ما أقدرش ألمسه. الحيوان فهم ده ولكن أبرهة ما فهمش ده. ومن هنا كان الاستعداد لبدء الحرب الشاملة ضد أبرهة وجيشه. عاوز تعرف الحرب دارت ازاي واشتغلت ازاي؟ تابعنا ولكن بعد الفاصل. اللهم أنت ربنا وأنت ولينا ومولانا، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، فنسألك يا مولانا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت،
نسألك بأنك أنت الله اللطيف الحفيظ أن تلطف بأهل مصر الأحرار وتحفظهم وتحقن دماءهم وتكشف غمتهم. ونسألك بأنك أنت القوي أن تقويهم وتربط على قلوبهم. نسألك اللهم بأنك أنت البر الرحيم أن ترحم شهداءهم وتشفي جرحاهم وتؤمن روعاتهم وتبدلهم من الخوف أمنا وعزا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، عدنا إليكم وعدتم إلينا. تركتكم في الجزء الأول من الحلقة وأوشكت رحى الحرب أن تدور، وأوشك البيان الأول أن يصدر من القيادة الإلهية للجيش الرباني بأن ينطلق. أبرهة يفعل ما يشاء والأفيال تتحرك كما تريد، ولكن الله فعال لما يريد. الأفيال تهدم الخيم والبناء والديار، لكن وقفت أمام بيت الله وهي تعلم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ارجعوا إلى قصة داود، اقرأوا قصة سيدنا سليمان، اقرأوا قصة النملة، قصص سيدنا سليمان مع الطير، مع الهدهد، مع إلى الملكة بلقيس. اقرأوا كيف هذه المخلوقات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. العصفورة اللي بتمسح صوصوتها دي تسمعها وانت معجب قوي، ده تسبيح لله، ذكر لله ودعاء واستغفار، زجل للمسبحين. الجبال الحصى ده، حجارة اللي احنا بندوس عليها بالأقدام دي، تسبح الله عز وجل، تسبح الله عز وجل. وهذا مسبح وهذا مسبح وهذا مسبح، ما عدا الإنسان. هو الوحيد اللي عنده الجرأة على الظلم، هو الوحيد عنده الجرأة على ألا يسند الفضل لصاحب الفضل. عشان كده لما نقول الحيوان وقف، الفيل وقف قدام الكعبة، نفهم ان الفيل عرف بالفطرة أن هذا البيت بيت الله. أما أبرهة فقد ضرب الله على قلبه وعلى عينيه غشاوة فلم يرى هذا الأمر. طب مش معنى الفيل، مش معنى الجهة دي؟ ايه الفرق بين الطوب ده والطوب اللي هده قبل كده؟ ما هو جاي من اليمن في جنوب الجزيرة العربية لشمالها وعمال يهد يهد يهد. مش معنى لما جه عند الأوضة دي، الحتة المبنية القديمة دي، الحجارة لو سندنا عليها نوقعها، وقف الفيل بلا حراك، ويضرب ويقوى بالنار ويجلد بالسياط ولا يتحرك الفيل. ايه الحكاية؟ اتعظ يا أبرهة، اعتبر يا أبرهة، تعلم يا أبرهة من الحيوان. لم يتعلم. من أجل ذلك هذه الرسائل الثلاثة أو الأربعة لم تنفع ولم تجدي مع أبرهة. ومن هنا كان إصدار البيان الأول من القيادة الربانية للجيش الرباني بالتحرك، سلاح الجو رباني. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ انت ما شفتش يا محمد، لكن اللي بيحكي لك القصة، اللي بيحكي لك الحرب، اللي بيحكي لك الحادثة مش فلان ولا علان، ده اللي بيحكي لك يا محمد هو الله. مين اللي بيقول ألم ترى كيف؟ ده ربنا. يبقى كأنك شفت بعينيك بالظبط، علم اليقين، لأن اللي ربنا بيقول لك عليه هو ده اللي حصل بالفعل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أصحاب، هم أصحاب الفيل. الصاحب هو الذي يملك، يعني يملك الفيل. لكن هنا الذي يبدأ في الصحبة لازم الاثنين يبقوا متساويين. يعني لما أقول فلان صاحب فلان، ممكن أعكسها وأقول فلان ده يعني محمد صاحب أحمد، وممكن أقول أحمد صاحب محمد، أو محمد وأحمد الاثنين أصحاب، يبقى الاثنين في درجة واحدة. لكن لما نيجي مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته،
ما نقولش النبي محمد وابو بكر وعمر وعثمان وعلي دول اصحاب، لا، النبي يقول ابو بكر ده صاحبي، وعمر صاحبي، وعثمان صاحبي، وعلي صاحبي. لكن في حد سمعته في الدنيا يقول النبي محمد صاحب ابو بكر؟ لا، الادنى يبدأ به ويسند الى الاعلى، فنقول ابو بكر صاحب النبي، عمر صاحب النبي، الا اذا كانوا الاثنين في مستوى واحد ابدأ بده او ابدأ بده. فربنا بيقول لهم يا ريتكم زي الفيل، يا ريتكم وصلتوا الى الحيوان، ده انتوا اقل من الحيوان. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ فكأنهم اقل في الدرجة، ابرهة اقل في الدرجة من الحيوان، من الفيل. الم يجعل كيدهم في تضليل؟ زي ما قلنا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، يعني ربنا خلى كيد ابرهة وتدبير ابرهة والخطة اللي خططها ابرهة في تضليل. روسيا في حرب افغانستان كان بترمي القنابل الكيماوية على ناس مش لاقية تاكل، كان فجأة بعد ما يحسبوا الرياح الهواء ده عشان تحمل الكيماوي للجهة بتاعة الافغان، فجأة يلاقوا الهواء اتغير اتجاهه الى العكس، فيحمل الريح الكيماوي ده الى من رماه، الى الروس انفسهم. فافشال هذه الخطة انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل. طير في غاية الصغر، كل طائر يحمل 3 أحجار، حجر في منقاره وحجرين في رجليه. أتوا من جهة البحر، عبد المطلب وقف وقال بعد أن دعا انظروا إلى السماء هل هناك شيء يتغير؟ فنظروا فقالوا هناك سحابة آتية من جهة البحر، فقال لهم إنها ليست سحابة بل إنها غضب الله عز وجل، انتقام الله عز وجل من أبرهة. فإذا بهم يتأملون فيجدون أسراب الطير طائرة في السماء بأعداد كبيرة تحمل هذه الطيور الآتية من البحر، رؤوسها كرؤوس السباع، العصفورة دماغها زي دماغ السبع، ورجليها كأرجل مخالب السباع، لها مخالب، تحمل حجرين في قدميها وحجر ثالث في فمها في منقارها. الحجر قالوا قد حبة الحمص أو العدس أو أكبر حاجة قد حبة الفول، مش مشكلة الحبة هنا حجمها قد إيه ولا الحجر حجمه قد إيه، ولكن اسمع أين صنعت هذه الذخائر. هي حجارة، لكن العصافير دي ما نزلتش على الأرض خدت أي حجارة في الأرض، لكن حجارة من نوع خاص. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. ربنا حدد لنا سلاح الجو الرباني شايل حجارة نوعها ايه؟ الحجارة دي مكتوب عليها صنع في جهنم، صنع في جهنم من سجيل، فجعلهم ترمي الحجر ينزل على صاحبه فجعلهم كعصف مأكول. الحجر اللي صنع من النار ده العصفور بيطير يروح رامي 3 حجاره ويمشي، وده يرمي 3 حجاره ويمشي. طب ما ممكن واحد يقع عليه 3 حجاره لوحده، وممكن واحد ما يقعش عليه ولا حجر. قال لك لا، ده الحجاره دي مسومه. يعني ايه مسومه يا رب؟ قال يعني كل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه، اسم صاحبه. ما ينفعش الحجر اللي يروح لفلان يقع على علان، وبالتالي كل طائر مكلف ب3 عساكر يرمي على كل واحد الحجر اللي خاص بيه، فينزل الحجر على رأسه يخرج من دبره، ينزل على صدره يخرج من ظهره، فيجعله كالعصف المأكول اللي هو التبن بعد ما تاكله البهيمة وتطلعه روث. يعني الراجل اللي 3 متر ده تنزل عليه الحباية الحجر دي بعد ثانية واحدة تلاقي الراجل اللي 3 متر ده شوية صغيرة كده كعصف مأكول. إذا غرتك قوتك على ظلم الناس فتذكر قوة الله عليك.